اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا مكروبا إلا فرجت عنه كربته، ولا مسافرا إلا رددته إلى أهله سالما غانما، ولا أيما إلا زوجته زوجة صالحة، ولا عقيما لا يولد له إلا رزقته ذرية تنفعه في دنياه وأخراه، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، ومرافقة نبيك محمد صلى الله وسلم وبارك عليه في الجنة، ومرافقة نبيك محمد صلى الله وسلم وبارك عليه في الجنة، ومرافقة نبيك محمد صلى الله وسلم وبارك عليه في الجنة. اللهم يا مسبب الأسباب، ويا مفتح الأبواب، ويا سامع الأصوات، ويا قاضي الحاجات، ويا مستجيب الدعوات، أصلح أمورنا وأمور المسلمين، واكشف كروبنا وكروب المسلمين، واقض حوائجنا وحوائج المسلمين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك فقراؤك مساكينك واقفون ببابك، فلا تردنا خائبين يا رب العالمين، بل ردنا سالمين غانمين مستبشرين معتوقين مغفورين يا رب العالمين. اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطر رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، اجعل لنا من كل أمر يهمنا فرجا عاجلا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوب الصومال، اللهم أصلح أحوال الصومال، اللهم أصلح أحوال الصومال، اللهم ألف بين قلوبهم واجمع كلمتهم وصفوفهم على الحق برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ارفع عنا المعارك والحروب والفتن يا رب العزة والجلال. اللهم انظر إلى الصومال بعين الرحمة يا رب العالمين، انظر إلينا يا رب بعين القبول والرحمة يا الله، يا من بيده ملكوت كل شيء، سامحنا يا رب العالمين، اغفر لنا يا رب العالمين، لا تردنا يا رب العالمين، لا تردنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك المقبولين الفائزين يا رب العالمين. اللهم ارحم إخواننا في فلسطين، وارحم إخواننا المستضعفين في اليمن، وارحم إخواننا المستضعفين في سوريا، وارحم إخواننا المستضعفين في العراق. اللهم ارحم جميع المسلمين في برك وبحرك من أمة سيدنا محمد. اللهم فصل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.